السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح، رجعنا لكم فيديو جديد وهنكلمكم عن المنتج المهم جدا معانا النهارده، وهو فرشة التنظيف للأسنان. اللي بيميز الفرشة معانا النهارده إن فيها 31,000 هزة في الدقيقة الواحدة لتنظيف الأسنان. هنشوف أهم المكونات وإزاي ممكن نستخدمها في الفيديو ده. تابعوا معانا الفيديو للآخر. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده، ده بيستخدم ان انت تنظف اسنانك وانت موجود في البيت. هنشوف اهم المكونات بتاعته. هنفتحه كده على طول ونشوف ايه اللي بيجي معاه. اول حاجه هنا دليل المستخدم، طبعا مهم ان انت تقراه. بعد كده دي القطع اللي بتيجي معاها هنشوفها دلوقتي، وبعد كده هيظهر معانا الجهاز نفسه. ده فاكر انت الحاجات اللي هي بتكون موجوده عند دكتور الاسنان اللي بتقدر تنظف بيها الجير اللي بين الاسنان او الطبقه الجيريه اللي موجوده على الاسنان. من خلال هنا تقدر تدوس على زرار باور. فيها اكتر من مستوى للتشغيل. في هنا السوفت زي ما انتم شايفين، كومفورت، ستاندرد، سترونج. زي ما شايفين فيها هزات صوتها عالي جدا بصراحه. انا عايز اجرب لكم كده تسمعوا الصوت بتاعه. القطعة دي انت بتحتاجها علشان تقدر تنظف بين الاسنان وتقدر تشيل الجير اللي بيكون موجود على الاسنان طبعا بطريقة سهلة جدا. تقدر تشحنها عن طريق هنا الشحن اللي هو المايكرو USB. هي ضد المية لما بتحط القطعة ديت، فانت تقدر تستخدمها ان هي تكون ضد المية بشكل يعني مقبول. طبعا القطعة دي تقدر تغيرها بسهولة هنا كده، تمام. وتقدر تركب قطعه فرشه الاسنان دي اللي جايه معاها. هنا بيجي معاها 3 قطع من فرش الاسنان بحيث ان لو اكتر من شخص يقدر يستخدمها. وبيجي معانا هنا برضو قطعتين اللي هم قطعتين التنظيف زي ما انت شايف كده، يجي بالشكل ده او بالسنون اللي انتم شايفينها ديت. طبعا بيجي معانا هنا كابل المايكرو USB علشان تقدر تشحنها. ولو جينا بصينا على القطعه دي طبعا بتفكركم بدكتور الاسنان علشان تقدر تشوف وانت بتنظف اسنانك بشكل كويس جدا. مفيده جدا جدا لو انت عايز تحافظ على صحه اسنانك في البيت وتستخدم حاجه صحيه. انا بنصح بيها جدا بصراحه. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.